تاني لعبة معانا اسمها منش اعجر ديش نيشت، معناها يا انسان لا تغضب، وهنعرف ليه سموها كده دلوقتي. اللعبة شبه لعبة السلم والتعبان عندنا، مرسومة على لوحة، وممكن يلعبها من 2 ل4 اشخاص مع بعض، او ممكن توصل ل6. وكل لاعب معاه 4 قطع بنفس اللون، وبيحاول يوصلهم للنهاية من غير ما يطرد. وفي حجر نرد او زهر ترميه عليه ارقام من 1 ل6. كل مرة يجي دورك بترمي النرد او بترمي الزهر، وبتمشي بعدد الخطوات اللي طلع. يعني مثلا لو طلع 4، بتحرك قطعتك 4 خطوات قدام. وكل واحد بيبدأ والقطع بتاعته في المكان اللي مكتوب عليه هاوس، يعني بيت. لو الزهر طلع رقم 6، بتطلع قطعة جديدة من البيت وتمشي بيها أول خانة، وكمان تاخد دور زيادة. اللي يوصل ال4 قطع بتوعه في منطقة الهدف الأول يبقى هو الكسبان. بس اللي بيعصب في اللعبة، وعشان كده سموها يا إنسان لا تغضب منش اعجر ديش نيشت، إن لو واحد وقف في نفس الخانة اللي انت واقف فيها يطردك، ترجع من الأول خالص. فممكن تكون مشيت كتير وحد يرجعك للبداية بضربة واحدة، أو تفضل مستني الزهر تطلع 6 ومش بتجيلك وتفضل واقف. يعني اللعبة محتاجة صبر. اللي اخترع اللعبة اسمه يوسف فريدريش شميت سنة 1907، وكان مستوحيها من لعبة هندية قبلها قديمة اسمها باشيزي. واتنشرت اللعبة رسميا سنة 1914، يعني وقت الحرب العالمية الأولى. اللعبة نجحت وانتشرت بسرعة عشان بسيطة ورخيصة ومسلية، فكانت بتتوزع على الجنود في الجبهة أيام الحرب كهدايا، يعني مجانا ليهم كترفيه ليهم. وبسبب اللعبة دي الألمان بقوا بيقولوا بالألماني نيمت داس ليبن في ein Spiel Menschen ärgere dich nicht، يعني هو بيتعامل مع الحياة كأنها لعبة يا إنسان لا تغضب. ودي بيقولوها معناها إن الشخص ده عنده روح رياضية وبشوش، بياخد الحياة ببساطة، ما بيزعلش.